والسلام على أشرف الخلق والمرسلين وبعد. وما زلنا مع هذه السلسلة الطيبة المباركة كيف النجاة، واليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى مع وسيلة جديدة وغاية جديدة للنجاة من عذاب الله يوم القيامة، ألا وهي الإعراض عن الخوض في الآخرين. ديننا مبني على الحب، ديننا مبني على احترام الذات، ديننا مبني على احترام الآخرين وعلى عدم الخوض في الآخرين. الخوض إن أنا أتحدث عن أخويا المسلم بما لا يرضيه أو ما لا يعنيه. في ناس كتير شغلتها الخوض في أعراض الناس، طول ما هو جالس فلان عمل، فلان سوى، فلان راح، زوجته عملت، بنته سوت، شغال بيقع، وخصوصا في الأعراض. ودي مصيبة كبيرة تؤدي إلى الهلاك وإلى العذاب، لأني أنا مطالب أن أنا أحافظ على أخويا المسلم وعلى سيرة أخويا المسلم وعلى عرض أخويا المسلم، حتى وإن كان سيء الخلق، حتى وإن كان سيء الخلق لا يجوز أن أنا أقع في عرضه، في أهل بيته أو في زوجته أو بناته أبدا. هو ده ديننا. ديننا قال الله: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا إثما وبهتانا عظيما، أو فقد احتملوا إثما وبهتانا مبينا. يا الله، ما هو ده إيذاء لما أسمع إن فلان شغال بيجيب في سيرتي أو بيجيب في سيرة أهل بيتي، مش ده إيذاء؟ بتأذيني بيه أنت. كما لا تحب أن يؤذيك أحد فلا تؤذي الآخرين. مش في ديننا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أنت تحب تكون في نفس الموقع، إن شخص صاحبك أو جارك أو قريبك يجيب في سيرة أهل بيتك، يجيب في سيرتك، يذم فيك، يقع في عرضك؟ لا. يبقى أنت كذلك المفروض لا تقع في عرض الآخرين ولا تأتي في سيرة الآخرين. هو ده ديننا. شوف سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر استطالة المرء في عرض أخيه بغير حق، أو في عرض أخيه المسلم بغير حق. عارف يعني ايه من الكبائر؟ ان انت طول ما انت عمال تجيب في سيرة اخوك المسلم وتقول مراته عملت وسوت ومش عارف بتعمل ايه، وممكن بقى يقع في عرضه بقى دي لابسه كذا وعامله كذا ومش عارف بتتكلم مين. مصيبه طبعا. من الكبائر. عارف يعني ايه كبائر؟ يعني تؤديك الى الهلاك، تؤدي بك الى الهلاك، الى الدمار. يبقى انت لو عايز تحافظ على نفسك، عايز تحافظ على دينك وتحافظ على صحيفتك، لان انت طول ما انت عمال تقع وتخوض في الاخرين، انت عمال تجيب لاخوك المسلم في حسنات وانت بتشيل ذنوب. ما هو التحدث في الاخرين ده يا اما غيبه، يا اما بهتان، يا اما ظلم، يا اما قذف. ما انت عمال تجيب في سيرته وفي سيره اهل بيته وعمل وراح.
واحنا ابدا ديننا بينهانا عن ان احنا نفتش ونخوض في الاخرين او نخوض فيما عند الاخرين. في ناس عندها فضول انه لازم نعرف كل حاجه. لو سمع مثلا مشكله عند جاره، ايه اللي بيحصل، هو بيزعق ليه، هو ايه الموضوع، عايز هيموت ويعرف ايه اللي بيحصل. دي مصيبه، دي مصيبه. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعني. لو عايز اسلامك يكتمل وتوصل لاحسن واعلى المراتب، ان انت تترك ما لا يعنيك، اللي مش بيعنيك وحاجه ما تخصكش مالكش دعوه، عشان دي مصيبه. في ناس بتحب تتبع عورات الناس. في بعض كده من الناس اذا كان بقى صاحبك، جارك، قريبك، هو يحب يصطاد اخطاء الاخرين وشغال يحب يعرف تفاصيل كل صغيره وكبيره. دي مشكله كبيره. تتبع العورات كمان مصيبه. ان انا عايز اعرف فلان ده واجيب بقى واشوف، بدور له. عارف الجاسوس بيتجسس، عايز يعرف كل اخباره عشان يفضل يذم، يجيب في سيرته، يظهره بمظهر سيء امام الناس. دي مصيبه. شوف سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: من تتبع عورات المسلمين تتبع الله عورته. يا نهار ابيض، يا نهار ابيض. من تتبع عورات المسلمين تتبع الله عورته وفضحه في جوف بيته. واول لما هيتفضح بيبتدي منين؟ من بيته. زوجته، اولاده يبقى عارفين انه راجل خسيس، راجل قليل الادب، رجل قليل الحياء، رجل مشهور بالفسق والفجور، رجل معروف ان هو دايما عمال يتبع ويتتبع عورات الناس، عمال يطلع عشان ينظر مثلا لامرأة الجار ولا حليلة الجار. ولا اول فضحته بتكون منين؟ من بيته. شكله قدام اولاده، شكله قدام زوجته، شكله ايه؟ لا قيمة له. عشان كده احبابنا، لو انت عايز ربنا ينجيك ابعد اي مجلس في قيل وقال وفلان وفلان، ابعد. اياك ان تخوض في اعراض الاخرين. وكل ما هتخوض في اعراض الاخرين، في غيرك هيخوض فين؟ في عرضك. زي ما هتتهم زوجة جارك، انت كمان هيتهموك في زوجتك.